يا جماعة مش قادرة اوصف لكم لذاذة وطعامة الطاجن الخطير ده جنب الرز المفلفل كده بالشعرية. اول حاجة سلقت البطاطس مع رشة من الملح، تقدروا تستخدموا بطاطس متقطعة مكعبات. بعد كده اللحمة بتاعتي متقطعة كده قطع متوسطة حجمها، يعني قد حبات البطاطس، وقلبتها على نار عالية لحد ما اخدت لون حلو كده واتحمرت. نزلت عليها بالبصل المفروم خشن، وبعدين رشة من الملح والفلفل، وربع كوباية من المية أو نص كوباية حسب كمية اللحمة اللي هتعملوها. ما تكتروش مية، عايزاها تستوي على ميتها هي. بعد ما استوت تمام حطيت بقى المشروم، يدوب بس أسمال نصين علشان ما يدوبش ويختفي. ورجعت ضفت البطاطس اللي اتسلقت وقلبت كل ده تقليبة مع بعض وكده، ورحت حطاه في الطاجن بتاعي. غرقته بقى بصوص البشاميل اللي كاتبالكوا طريقته تحت الفيديو، وهدخلها على الفرن حوالي ربع ساعة تاخد وتدي مع بعضها. طلعت وشها متحمر من الحرارة، بس أنا رجعت زودت لها جبنة موتزاريلا وحمرتها تحت الشواية. رشة بقدونس كده مفروم عند التقديم للتزيين. قدموها مع رز أبيض مفلفل أو رز بالشعرية. يا جماعة غدا سهل وسريع يستاهل تجربوه. الصوص طالع مع طعم اللحمة خطير، وبس كده.